ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل رز الحبة وحبة. بصوا مفلفل الرز معايا ازاي وجميل تحفة. اول حاجة عندنا معلقتين كبار سمنة. انا نقع 3 كوبايات رز مصري عادي مغسول ومنقوع لمدة ساعة. هننزل بتلت كمية الرز، يعني لو 3 كوبايات هنزل بكوباية واحدة منهم هي اللي هحمرها. تمام. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. الرز على طول بتبقى ايدي فيه في التقليب عشان ما انساهوش ويتحرق مني. تمام. بصوا بقى بيبتدي اللون يتغير ازاي. ما بنحطش الزيت في الاول علشان مع التحمير الزيت بيغير لي طعم الرز. كل مادة كل ما نقلب بيبتدي الرز معانا لونه يتغير للذهبي الغامق. اول ما الرز بتاعي ياخد اللون ده الجميل ده هبتدي بقى انزل بالرز التاني بباقي الرز ونقلبه كويس. هنحط بقى معلقتين زيت ونديله تقليبه حلوه ونملحه. بصوا الرز جميل ازاي. هنزل عليه بميه من الحنفيه وتغطيه. هنسيبه على نار عاليه لحد ما يغلي وبعدين نهدي عليه النار. بصوا بقى الرز بتاعنا ما شاء الله عامل ازاي. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، ونتقابل في وصفه جديده مع الشيف بطوطه.